خليك صريح مع نفسك. ليه في ناس بتكسب فلوس كتير وتضيعها، وليه ناس عادية جدا لا عباقرة ولا عباقرة استثمار وبيوصلوا لحرية مالية؟ السر مش في الذكاء، مش في الشهادة، ولا في انك تعرف البورصة ماشية ازاي. السر في طريقة تفكيرك وتصرفك مع الفلوس. وده بالظبط اللي كتاب سيكولوجية المال بيحاول يفهمه لنا. الكتاب ده مش هيقولك تستثمر في ايه، ولا هيعلمك البورصة. الكتاب ده هيعلمك ازاي ما تدمرش نفسك ماليا. الفكرة الأساسية للكتاب، مورجان هاوسل بيقول فكرة خطيرة وبسيطة: المال مش علم، المال سلوك. يعني ممكن واحد حافظ أرقام، دارس اقتصاد، فاهم استثمار، وبرضه يفشل ماليا. ليه؟ لأنه مش عارف يتحكم في نفسه. في المقابل، واحد بسيط بس هادي بيعيش أقل من دخله، بيصبر وبيكسب في الآخر. كل واحد شايف الفلوس بطريقته. إحنا بنفكر في الفلوس حسب تجاربنا الشخصية، مش حسب الصح والغلط. واحد عايش أزمة اقتصادية بيخاف يخاطر، وواحد عايش رخاء بيجازف زيادة. الاتنين ممكن يكونوا غلط، بس الاتنين مقتنعين إنهم صح. علشان كده ما تحكمش على قرارات غيرك، وما تقلدش تجربة حد 100%. القرار المالي الصح هو القرار اللي يناسب حياتك، دخلك، نفسيتك. الحظ والمخاطرة، ناس كتير بتحب تحكي قصة النجاح، بس قليل اللي يحكي قصة الفشل. الحقيقة النجاح فيه حظ والفشل فيه مخاطرة، بس احنا بنمجد الناجح وننسى آلاف حاولوا وفشلوا. وده خطر، لأنك ممكن تقلد شخص ناجح وتنسى إن الظروف مش نفسها. الحكمة هنا: خليك طموح بس ما تتوهمش. الغنى مش هو الثراء. في فرق كبير بين غني وثري. الغني عنده دخل بيصرف كتير، الثري مش محتاج يصرف. الثراء الحقيقي حرية، وقت، وراحة بال، مش عربية ولا موبايل ولا استعراض. الادخار سر لكنه قوي. الادخار شكله ممل بس مفعوله خطير. مش لازم تكسب كتير، لكن لازم تصرف أقل من اللي بتكسبه. الادخار بيديك أمان، بيديك قوة، بيخليك مش مضطر تقبل أي حاجة. والفايدة المركبة بطيئة بس قاتلة. الفايدة المركبة مش سحر، مش ضربة حظ، هي مكسب صغير في وقت كبير. اللي بيكسب مش اللي بيبدأ بدري، لكن اللي بيكمل. الصبر هنا مش فضيلة، الصبر هنا استراتيجية. والتحكم في النفس أهم من أي مهارة. أكبر أعداء فلوسك الطمع، الخوف، والمقارنة. الناس بتخسر مش علشان السوق، لكن علشان طمعت زيادة، خافت زيادة، أو قارنت نفسها بغيرها. اللي يعرف يهدى وقت الطمع ويثبت وقت الخوف ده أخطر مستثمر في السوق. خططك لازم يكون فيها هامش أمان. أي خطة مالية لازم تفترض إن في حاجة غلط. حياة بدون مفاجآت بتساوي وهم. علشان كده سيب مساحة للغلط، سيب فلوس للطوارئ، ما تحطش نفسك في كورنر. اعرف إمتى تقول كفاية. أكبر مشكلة مالية إن الطمع ملوش سقف. ناس عندها كل حاجة وبرضه مش راضية. السعادة مش في رقم، السعادة في الرضا والتوازن، وإنك تقول أنا تمام كده. الخلاصة، الكتاب ده بيقولك مش لازم تكون عبقري، مش لازم تكسب بسرعة، مش لازم تبقى زي حد، بس لازم تبقى هادي وصبور وفاهم نفسك. في المال اللي يكسب في الآخر هو اللي بيعرف يتحكم في نفسه. لو حسيت إن الأفكار دي مهمة اعمل لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة، لأن اللي جاي فيه كتير.